بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج فاسألوا أهل الذكر، الذي نستضيف فيه شيخنا الشيخ دكتور حسن ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا الشهر الكريم وبقية الأشهر. بداية باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدائم الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياك الله دكتور حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. أهلا وسهلا. الله يجزاك خير شيخنا. لعلنا ندخل في أولى أسئلتنا في هذه الحلقة متابعينا الكرام، ونذكر يا شيخ حسن أننا في هذا اليوم، وهو اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، بلغنا وإياكم إتمامه وبالخير والطاعة. تحدثنا سلفا عن مقاصد شهر رمضان وعن بعض الأحكام المتعلقة فيها، ولعلنا نستكمل ذلك بقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما تفسير هذه الآية شيخنا وما علاقتها بالصيام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، علاقة هذه الآية بالصيام تحدد التوقيت. الصيام متى يبدأ ومتى ينتهي، يعني ده أهم ما يمكن أن يؤخذ منها بشكل مباشر. فبداية الصيام يعني يمكن نحن تحدثنا في التعريف بأنه عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والمواطأة والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الآية هذه تتحدث بصورة واضحة عن التوقيت. هذه واحدة. الأمر الثاني، تناولت كذلك الآية مسألة مهمة جدا، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم أو يعني بداية الأمر كان هنالك شرع، سواء كان ممن سبق كما يقول بعض المفسرين شرع من قبلنا، أو كان من شريعتنا، وهو أن الشخص إذا كان نهاره صائم ثم جاء إلى الإفطار يحق له أن يأكل ويشرب بشرطين. يأكل ويشرب بشرطين: ألا يصلي العشاء، وألا ألا يصلي العشاء، وأن يكون قد يعني مثلا جاء المغرب، وهذه كانت الصورة جاء صلاة المغرب ووجد زوجته مثلا لم تكمل الطعام، وأخذته نومة. لا يصلي العشاء وألا يكون نام في هذه اللحظة. شرطين في اللحظة تأكل وتشرب. طيب، أنت جئت وأخذتك نومة قبل أن تأتي المرأة بالطعام، أخذتك النومة، خلاص تواصل إلى اليوم الثاني. ما كان في مجال لأن الإنسان يأكل بعد أن نام، وما كان في مجال أيضا يأكل بعد أن صلى العشاء. فالأمر كان مرتبط بصلاة العشاء ومرتبط كذلك بعدم النوم. فهنا كانت تحصل بعض المخالفات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء يعني ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني الآية طبعا سبب نزولها أنه جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرهق وشاحب الوجه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا حصل لك؟ لماذا هذا التغير؟ فقال: يا رسول الله، كنت أعمل في حديقتي ومتعب ومرهق، فجئت ولم أجد الطعام، وأثناء ما المرأة تصنع الطعام نمت، فلما استيقظت الحكم الجاري وقتها أني لا يحق لي أن أكل، فواصلت إلى اليوم الثاني. فلما سمع عمر بن الخطاب هذا الرجل قال: يا رسول الله، أنا أيضا حصل مني، أنا مشكلتي ما النوم، أنا واقعت زوجتي. فهنا طبعا كان ممنوعين من هذا الأمر، فنزلت هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا طبعا الحديث عن أول عن توقيت، الأمر الثاني وقع الالتباس الذي كان في ذلك الوقت ونسخ الحكم السابق، بحيث يحق للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع سواء نام أو ما نام، صلى أو ما صلى، ما دام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإن الآية بيّنت أن هذا الوقت كله متاح فيه الأكل والشرب والجماع. نعم. شيخنا، يوجد مواطن كثيرة يعذر فيها الصائم لكي يفطر في نهاية رمضان، وهي الصيام وهي المرض والسفر والحيض عند النساء. دعنا نفصل في كل واحدة منها ونذكر بعض أحكامها يا شيخ. نعم، هنالك على كل 4 أشياء يعني رخص الله سبحانه وتعالى فيها لعباده.
عملا بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى لا يفهم بأن والله هذه المشقة لم تراعي الشريعة فيها جانب الرحمة والتيسير والرفق فكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول بأن بعض الناس قد يأتيه الالتباس بأن والله الشريعة تقول بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقة تجلب التيسير وهكذا، ولكن الصوم فيه مشقة. هذه المشقة التي تكون عادية محتملة ألغتها الشريعة، المشقات المحتملة لا اعتبار لها، فلا لا 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 لا, لا ترفع الحكم. لكن هنالك 4 أشياء أقامت الشريعة على كل هذه ال4 مقام المشقة ورخصت فيها. المسألة الأولى هو موضوع السفر. فمن كان مسافرا في نهار رمضان رخصت له الشريعة بأن يفطر. يبقى السؤال: ما هو نوع السفر صحيح الذي والله يبيح؟ وهل هذا السفر يجب أن يكون مصحوبا بمشقة؟ لأنه بعض الناس تشكل عليه، يقول لك يا أخي أنا الآن مسافر في طائرة 8 ساعات والطائرة مكيفة وكل شيء، ما أحس بشيء. لا، الشريعة ما ربطت موضوع الفطر أو الرخصة، لم تربطها بموضوع المشقة، مع أن يعني جعلت السفر مظنة المشقة، فأقامت الشيء المنضبط. أقامت الشيء المنضبط. لأنه الآن لو جينا والله بعض الناس مثلا متزمتين أو بعض الشخصيات المتشددة مهما رأى من صعوبة يقول لك أنا لا ما شاعر بس. فما هو الضابط؟ واحد آخر يستسهل كل شيء. صحيح. فموضوع المشقة يكون بين، لكن لما نقول والله الضابط هو السفر، قد تجينا إشكالية أنه أيضا السفر ما هو مقدار هذا السفر. يعني المسافة اللي أنا مفروض والله أبدأ فيها فعلا أو يحق لي أن أفطر فيها كم هي؟ منهم من ربطها بالعرف، فكل ما ودع له الأهل وحمل له الزاد يعتبر سفر، ولو كان مسافة قصيرة. لكن شخص يقول أنا مسافر، يوم مسافر، سواء كان سيعود إلى أهله أو لا يعود، على كل العرف يضبط هذه المسألة، وعلى كل هذا رأي معتبر. ولكن منهم من ضبطها بالمسافة، ضبطها بالمسافة، وهي مسألة اجتهادية. فاعتبروا أي شخص يتحرك في مساحة في مسافة 81 كيلومتر، هذا يعتبر المسافة التي يحق للإنسان أن يقصر فيها الصلاة وأن يفطر فيها، يجوز له أن يفطر فيها، بشرط موضوع المسافر عندنا فيه شرط مهم جدا، وهو أن لا يكون هذا السفر مقصود به معصية، وأن لا يكون مقصود به التحايل. يعني ما يكون قصده هروب من الصيام اللي يقضيها كلها يقول والله الدنيا صيف أنا أحاول أصوم في الشتاء والآن أخرج بحجة أني لا، هذا تحايل. المقصد أي معصية يا شيخنا ولا معصية الإفطار في نهار رمضان؟ لا أي معصية. يعني شخص قاصد سفر والعياذ بالله ماشي بس كده هافة مع أنه يريد يسكر في منطقة معينة، أو والعياذ بالله له مواعدة مع امرأة مثلا محرم. السفر الذي يباح فيه الفطر سفر حلال، قاصده لتجارة، قاصد لعلم، قاصد لزيارة أهلك، المهم يكون السفر مباح. فإن لم يكن مباحا لا تحمل يعني الله لا ييسر لك في أمر أنت تريد تقصد معصيته. الأمر الثاني قلنا أن يكون مباحا، والنقطة الثانية أن يكون أن يكون نعم، المهم شرط الإباحة هذه شرط مهم جدا. والشرط الثاني أن يكون على كل نسيت قلتها في البداية إن شاء الله الناس تجدها. فهذين الأمرين لابد من مراعاتهما في موضوع السفر الذي إن شاء الله يكون مبيحا للشخص أن يفطر فيه. جميل. دعنا نتحدث يا شيخنا عن دائما تحدثنا عن موضوع الإفطار. من البديهي والمعروف أن القضاء يكون لمن أفطر في نهاية رمضان، سواء يعني بالأعذار التي ذكرناها قبل قليل. ولكن هل يوجد أو هل يشرع للمسلم أن يقضي صيام النافلة؟ بمعنى من تعود مثلا على صيام معين كالاثنين والخميس، هل يشرع له الشارع أن يقضي هذا الصيام؟ جيد، بس أنا سرحت في السؤال الأول لم نكمل فيه. جميل. تكلمت عن الحالة الأولى التي يشرع فيها صحيح الرخصة المسافر. الحالة الثانية المرضى يعني أو يعني جعله الله سبحانه وتعالى مكانا للرخصة. لكن أيضا يأتي سؤال: ما هو نوع هذا المرض؟ هو المرض الذي تكون فيه مشقة فتؤدي بالإضرار بصحة الإنسان، أو تؤدي زيادة المرض أو مشقة الإنسان. هنا يمكن أن نقول لو أنه استشار طبيبا إن كان المرض من الأنواع التي يعني يمكن أن يبين فيها الطبيب مدى مقدار الضرر الذي سيحدث، فهذا أفضل. إذا كان لا، على كل إنسان موكل إن شاء الله في موضوع الديانات
هو أعرف بنفسه يستطيع أو لا يستطيع، يشق عليه أو لا يشق عليه. فالإنسان على كل يعني هذه مسألة ديانة وهو يقدرها. مثل شخص ما نقول له والله صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، هو الذي يعرف أنه والله يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع، ما تحتاج استشارة الطبيب. فهنا على كلنا المرض الذي ولو كان يسيرا لكن يشق معه، يمنعه مثلا من يعني لا يكون الشخص مثلا ماخذ راحته في وضع الصحي، هنا أبيح له موضوع. النقطة الثانية الأمراض نوعان. الأمراض نوعان، هنالك مرض يرجى برؤه وهنالك مرض لا يرجى برؤه من خلال على كل الدراسات الطبية. فالأمراض التي لا يرجى برؤها، الأمراض التي لا يرجى برؤها فهذه تنقل إلى الإطعام، وخلاص يرفع عن الإنسان موضوع الصوم، وبالتالي يلجأ إلى البديل وهو الإطعام. المريض الذي يرجى برؤه والله عنده مرض قابل لأنه خلال شهر رمضان أو بعد رمضان يمكن أن يتعافى، فهذا يلجأ إلى القضاء بعد رمضان. فهذا الأمر الثاني الذي تحصل فيه الرخصة. فإذا عندنا الرخصة في السفر والرخصة في المرض. عندنا المسألة الثالثة موضوع الحيض والنفاس. صحيح. أيضا هذه لا يجب عليها أصلا الصيام وتقضي بعد ذلك. فبتجي طبعا هنا قصة الحيض، أحيانا تكون واحدة مثلا صائمة إلى منتصف النهار، جاءها الحيض في منتصف النهار تقطع، جاءها قبل 5 دقائق من غروب الشمس تقطع، اليوم كله يعتبر. أيضا النفاس كانت صائمة وقبل 10 دقائق 5 دقائق من أذان المغرب وضعت، فدخلت في حكم النفساء. هذه أيضا يعني خلاص من الأشياء التي يعني أباح الله سبحانه وتعالى لها الفطر، وتبدأ بعد ذلك في النقطة الرابعة هي موضوع المرضع والحامل. المرضع والحامل. المرضع والحامل كذلك رخص الله سبحانه وتعالى لهما إذا كانت خائفة على نفسها أو خائفة على جنينها، ثم تبدأ بعد ذلك إن شاء الله إذا وفقت في القضاء فبها، ما وفقت أيضا يمكن أن تطعم مع إذا تعذر عليها القضاء يمكن أن تطعم إن شاء الله. جميل. هذه الأربع أشياء تقريبا هي الرخص التي إن شاء الله يمكن أن يأخذ بها. موضوع القضاء في لمن أفطر، طبعا أفطر في نهار رمضان بالأشياء اللي ذكرناها عليه القضاء، هذه ما فيها إشكال. لكن شخص مثلا كان صائم صيام نفل وأفطر، صيام النفل الصحيح أن الشخص فيه أمير نفسه لا يلزمه أن يقضي، ولكن إن قضى فهو أفضل لأنه دخل في عبادة وقطعها، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فمنهم من يرى أن والله يا أخي الأفضل، وأفتى بذلك على كل شيخ ابن باز وغيره من العلماء، إذا كان الإنسان أفطر في نافلة، وأحيانا الأسباب تتعدد، قد يكون شخص أتاه ضيف زائر كذا وما أراد أن يعني يجعله يأكل لوحده فأفطر حتى يكرم ضيفه، كل ذلك مباح فيه إن شاء الله، ويمكن الإنسان أن يفطر. أو دعاه شخص عزيز عليه قال له أنت لابد أن تأتي اليوم عندنا وليمة، والوليمة طبعا من أنواع الطعام الواجبة أن يجيب فيها الإنسان، يمكن أيضا أن يفطر. فعلى كل إذا قضى بعد ذلك فخير، وإن لم يقضي فلا حرج. جميل. ماذا عن من فارق الحياة شيخنا؟ نعم. وعليه صيام وقضاء، هل يقضيه عنه أهله؟ هنا على كل من فارق الحياة وعليه صيام، هذا الصيام إما أن يكون خلينا نقول هي صيام واجب. الصيام واجب. هذا الواجب إما أن يكون نذرا، وإما يكون صيام رمضان، وإما أن يكون صيام كفارات الواجبة من قتل أو غيره مثلا. فعلى كل ما عدا رمضان محل اتفاق أنه يعني يصوم عنه الولي، ما عدا رمضان. يعني صيام النذر يصوم عنه وليه، صيام الكفارات يصوم عنه أيضا وليه. لكن هنالك خلاف حقيقة يعني عريض في موضوع صيام رمضان. ذهب مثلا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بأن موضوع الأعمال البدنية التوسع فيها لا يراه، حتى الحج يعني، مع أنه في نص واضح، لكن هو لا يرى. يقول حتى لا تهدم الآية التي تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول لو فتحنا الباب إنه والله يمكن للإنسان أن يقضي عن الإنسان، يعني شبه متفقين الآن مثلا أنه لا أحد يصلي عن أحد، هذه ما فيها إشكال. طيب هل يصوم شخص عن شخص شهر رمضان؟ الشاطبي يقول لا يصوم، أنه هذا فرض.
وفرض لا يقوم به شخص عن شخص. طيب قالوا له والله يا أخي في صيام ثبت، النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من الأحاديث يتكلم فيها أن الإنسان إذا توفي وعليه قضاء صوم، ويسمى الحديث أحيانا بعض الأحاديث تقول من مات وعليه صيام رمضان، ومن مات وعليه صيام شهر، ومن مات وعليه صيام نذر. فعلى كل منهم من حمل أحاديث القضاء الصيام على صيام النذر، فقيد كل هذه جعلها صيام النذر وليس مطلق الصيام، حتى لا يتعارضوا كما ذكرت لك مع أصل وليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الأحاديث كثيرة حقيقة التي تقول بأن الإنسان تنص على غير النذر. لو كان والله فقط النص وارد في موضوع النذر لقلنا بذلك، ولكن أن تكون هنالك جملة من الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه صيام دين الله أحق أن يقضى. فكل الصيام الذي يكون الإنسان بشرط واحد أن يكون مفرطا يصوم عنه وليه. يعني مثلا نقول كان هو مريض، جميل، مثلا نقول كان مريض إلى منتصف شوال كما هو حال والدي عليه رحمة الله، مثلا كان مريض في رمضان وظل مريض إلى منتصف شوال ومات بعد ذلك، لم يجد الفرصة التي يصوم فيها، فهذا لا يكلف لأنه حالته ما كانت تمكنه من القضاء، فلم يكن بتفريط منه، وبالتالي لا يحمل هذا الموضوع لوليه. والولي نقصد به الأبناء أو الإخوان أو الأقرباء المباشرين، قد يكون ابنه وقد يكون أخوه وقد يكون والده، على كل من هو أقرب إليه ولاية. فهذا على كل بهذا الشكل. فعلى كل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله رجح هذا الرأي، ويرى بأن التخصيص لا معنى له، ويقول التخصيص يضعف أمام هذه النصوص الكثيرة التي تبين، وبالتالي رأي الإمام الشاطبي على كل يضعف أمام الأحاديث الكثيرة. نعم. جميل جدا، أحسن الله عليك شيخنا. المفطرات في شهر رمضان معروفة، أو في نهار صيام الشخص معروفة كالأكل والشراب والجماع وما إلى ذلك، ولكن هل يوجد مفطرات أخرى قد يغفل عنها المرء مثل الكذب والغش وقول الزور والعمل به وما إلى ذلك؟ هل هذه أمور قد تفسد على المرء صيامه أو قد تصل به إلى أنه يعني يفسد صيامه ويبطل؟ نعم صح. حقيقة هنا المسألة طبعا مسألة فعلا حساسة وحرجة. نحن في الفقه نحكم بظواهر الأفعال، فنقول بأن والله يا أخي الصلاة تبطل إذا فعل الإنسان كذا وكذا وكذا مثلا، لكن يمكن للإنسان أن يدخل الصلاة وليس له منها شيء، فهذا عند الله نقول له صلاتك صحيحة ما دام تطهرت ودخلت في الصلاة في وقتها وكبرت وركعت وسجدت. نحكم على الصلاة بالنسبة لنا في دنيانا نحكم عليها بإيه؟ بالصحة، لكن عند الله هل مقبولة أو ليست مقبولة هذه لا أحد يعلم. نفس الطريقة في الصوم. هنا على كل موضوع الغش والكذب والخداع وقول الزور النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه حذر شديد جدا، وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لله حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله ليس بحاجة إلى أنك أنت والله تعطش وكذا ما دام أن الصيام لا يؤدي إلى مقصوده. لكن مع ذلك لم يدرج هذه الأعمال مع أنها أحيانا قد تكون كبائر وقد تبطل الصوم، عند الله، لكن بالنسبة للناحية الفقهية لا تعد من المبطلات، من مبطلات الصيام. يعني شهادته وهو آثم، وقد يكون كبيرة من الكبائر ويعد بأنه والله قد يهلك معها والعياذ بالله، وقد تكون كما ذكرت لك مثل الشخص دخل الصلاة وليس له من صلاته شيء. نفس الطريقة بعض الناس يضيع صيامه بهذا النوع من الأعمال، لكن في الفقه ما عليه على كل ما يعد ذلك من مبطلات الصيام. وهل السيئة يا شيخنا في هذه الأوقات المباركة أو هذه الأوقات المحرمة كغيرها من السيئات في الأوقات الأخرى؟ هو الوقت له أثر، كما أن الحسنات تعظم في الأوقات الفاضلة، السيئات تعظم من حيث القدر، هي تظل السيئة سيئة والحسنة ب10 أمثالها، لكن نفس 10 أمثالها حجمها ليس كحجم الحسنة العادية في الأوقات الطبيعية. نفس الطريقة السيئة سيئة، ولكن حجمها ووزنها عند الله ليس كالوزن بتاعت الحسنة العادية. نعم. جميل.
يعني لا نقول تتضاعف السيئات، لا، نقول تكبر وتعظم. تعظم. أي، لكن ما فيها مضاعفة. جميل. نعم. جميل. أحسن الله عليك شيخنا. طيب دعنا نتحدث شيخنا عن ما يدخل الجسم مثل من مفطرات، أو ما يدخل الجسم من إبر مغذية وإبر للمرضى. يعني بعضها قد يكون أيضا إبر التخدير وقطرات الأنف والأذن والعين، هذه أمور تدخل إلى الجسد، وبعضها قد يحل محل الغذاء كالإبر المغذية. فما هو الحكم فيها؟ هل تفطر وتبطل الصيام أم لا؟ أحسن. هو طبعا نحن موضوع المفطرات، هنالك المفطرات المجمع عليها اللي تفضلت بها، جميل. الأكل والشرب والجماع هذه، والحيض والنفاس هذه محل إجماع، هذه مفطرات بلا نزاع. يبقى بعد ذلك الخلاف فيما في معناها، الأكل والشرب وما في معناه. جميل. الأكل والشرب وما في معناه. تأتي موضوع الإبر المغذية، هل هي فعلا في حكم الطعام والشراب؟ إن كانت في حكم الطعام والشراب ألحقت بها. يعني شخص يأخذ حبة تجده لا يعطش يوم كامل، يأخذ حبة وإلى اليوم الثاني ما يحتاج أكل ولا شراب. فهذا النوع من الإبر بلا يعني أو الأكثر الآن المجامع تفتي بأن من أخذ الإبر المغذية التي يستغني فيها الإنسان عن الطعام والشراب فإن ذلك يعتبر من المفطرات. ألحق بها البعض أيضا الإبر المنشطة للرياضيين التي تلحق بنفس الوضع، هي منشطة ولكنها النشاط الذي يجعل الإنسان لا يشعر معها بجوع ولا فألحقت بها. يبقى أمامنا في موضوع الإبر الأخرى التي هي ليست إبر مغذية ولا إبر منشطة، ولكنها إبر للعلاج، لا هي في حكم الطعام ولا هي في حكم الشراب، سواء كانت إبر وريدية أو كانت إبر لها علاقة بالالتهابات أو كانت إبر الأنسولين. هذه الإبر المتعلقة بالعلاج لا هي طعام ولا هي شراب ولا هي في حكم الطعام والشراب، هذه لا حرج فيها إن شاء الله على من يتعاطاها. يلحق بها كذلك ما نسميه القطرة، سواء كان قطرة الأذن أو قطرة الأنف. بعضهم عدها أيضا من الأشياء اليسيرة التي تعفى أو يعفى عنها، مثل من يتمضمض ويبقى ذرات بسيطة جدا يمكن في حلقه أو كذا، فهذه على كل أيضا البخاخات، أيضا البخاخ اللي يأخذونها سربوا، هذا أيضا لا هو في حكم الأكل ولا ليس بمأكول ولا مشروب ولا في معنى أيضا الأكل والشرب. فهذه تقريبا وضعها بهذا الشكل. ماذا عن قطرات الأنف يا شيخنا؟ نفس قطرات الأنف إذا كان يعني لا تصل بشكل كبير، يعني بمثل الماء الذي ذكرناه، يعني مثل من يتمضمض ويستنشق، وفي هذا الإطار لا حرج فيها. لكن النوع اللي ما شاء الله عليه ببخها إلى أن يجد فعلا طعمها في الحلق وتدخل، هذه قد تكون فيها إشكال. والأحوط لو في مجال أن الإنسان مثلا يؤخر هذه الأمور إلى وقت الإفطار فهو أفضل. لكن بعض الناس، نحن نعرف مثلا بعض الناس أصحاب الحساسية وضعهم اللي يكون فيه صعوبة شديدة جدا، فيمكن هذا إن شاء الله يتعاطى ما يفتح به الأنف يعني، ولا حرج في ذلك. جميل، بارك الله فيك شيخنا. دعنا يا شيخ نكمل ما تبقى من الأسئلة وأسئلة المشاهدين بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا:
زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال: هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، ونجدد الترحيب بضيفنا الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. هناك شيخنا سؤال وصلنا عبر الفيسبوك من أخونا موسى محمد، يقول الأخ موسى أنه لديه ألم في أسنانه أو في ضرسه، ووضع على هذا الألم قرنفل يعالج به بعض الأحيان. ما حكم وضع هذا القرنفل في شهر رمضان في نهاية رمضان؟ نعم، موضوع القرنفل وعندك برضو ممكن يلحق بها بعض الحبوب ناس القلب، توضع مثلا تحت اللسان ولا يتسرب منها شيء إلى الحلق. إذا كان هذا صاحب القرنفل حريص على أنه والله ما يدخل إلى جوفه إلى البطن منه شيء، فإن شاء الله ما يكون عليه حرج. يحرص على أنه والله يعني يخفف به ألم السن، ولكن يحرص على أن يدفل مثلا بقايا يعني لا يدخل إلى معدته شيء. جميل. دعنا نعود إلى أسئلتنا يا شيخنا. نعلم أن الأكل بشكل عام آداب حث عليها الدين الإسلامي، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل ما إليك. ولكن هل يوجد آداب خاصة للمسلم عند إفطاره في شهر رمضان؟ نعم، بالنسبة للإفطار طبعا أول سن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام وسنه. وبالتالي أول أدب هو أن الإنسان يعجل فطره. ولما نقول يعجل فطره أي بمعنى مع مغيب قرص الشمس واختفائه يبدأ الإنسان إن شاء الله في الإفطار، خلافا لما يفعله بعض الناس من التحوط الشديد ويتأخر حتى تظلم الليل. وبعض الطوائف يعني قد ينتظرون إلى خروج النجوم، هذه كلها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشارت النصوص إلى أن الأمة تظل بخير وأن الدين لا يزال بخير ما عجل الناس الفطر. وبالتالي الأدب الأول في موضوع الإفطار هو أن يعجل الإنسان فطره. الأمر الثاني أيضا من آداب الإفطار أن يفطر الإنسان على تمرات، يفطر على التمر ما وجدت، يعني رطب فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فالماء. هذه التراتبية وردت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآداب. بعض الناس طبعا للأسف الشديد يهجم مباشرة على الأشياء الثقيلة أو على العصائر أو كذا، وهذه طبعا صحيا فيها إشكال. يعني سبحان الله الجسم هو بحاجة إلى شيء خفيف، إما إلى ماء ليذهب مباشرة ويروي ظمأه، أو إلى
مادة خفيفة على الجسم يستطيع أيضا يعني يمتصها بشكل سريع، فالتمور تتميز بهذه الخاصية. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على التمرات. ثم أيضا من الآداب بعد أن طبعا يسمي الله تبارك وتعالى عند فطره، ثم يعني إذا انتهى من الفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذه ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى ويستبشر بأن الله عز وجل يغفر ذنبه. طبعا موضوع وثبت الأجر فيها استبشار، ليس الإنسان لا يضمن أصلا أن الله ثبت الأجر أو لم يثبت، لكن هو يستبشر من الله سبحانه وتعالى بأن يقبل الله عز وجل صيامه ويرجو ذلك. وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن نظن عند الإفطار بأن الله سبحانه وتعالى يقبل صيامنا ويقبل قيامنا ويتجاوز عن سيئاتنا وهكذا. أيضا من الآداب آداب الطعام، ما ذكرت من قضية أن الإنسان يراعي ما يليه طبيعة الحال. فهذه على كل جملة من الآداب المتعلقة بموضوع الإفطار. وبعد ذلك طبعا يحرص الإنسان أيضا أن لا يكثر، لأنه ليس المطلوب في رمضان أنه الإنسان والله يخرج منه وهو كثير، يعني الأفضل أن يخرج خفيف الوزن. صحيح. فلكن للأسف الشديد بعض الناس طبعا يمتلئ لدرجة أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة العشاء، وكل ذلك يجب أن يراعى. يخفف الإنسان في ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. نفسه. جميل، أحسن الله عليك شيخنا. ورد كذلك في الحديث عن الأكل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هل في الحديث دلالة على وجوب السحور أم أنه على سبيل الحث عليه؟ نعم، هو ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، حريص على مصلحتنا في ديننا ودنيانا، حريص على صحتنا، حريص على سلامة صيامنا، حريص على أن نتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن الناس يتسحرون. وسبحان الله يعني أشار إلى البركة في ذلك، فإن في السحور بركة. ويلمس ذلك كل من سبحان الله دخل تجربة الصيام وحرص على أن والله لا ينام إلا لا يصوم أو لا يدخل في الصوم إلا وقد تسحر ولو بشيء بسيط. وستجد قوة ذلك سبحان الله في نهار يومك، وخصوصا لمن أفطر بالتمر والحليب مثلا، فيجد ذلك أثره طوال يومه. لكن الحكم طبعا الحكم مستحب، هذا تقريبا كافة الفقهاء على أنه مستحب وليس واجبا. جميل. لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا كان يصل الصيام ويواصل دون أن يفطر ودون أن يتسحر. ولو كان واجبا فحاشاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرط في أمر واجب. ومعه بعض الصحابة صاموا وصلوا معه أيضا الصيام. نعم، فهو مستحب. هو مستحب. نعم، هو مستحب. ماذا عن علاقة السحور بالبركة شيخنا؟ هل يوجد وقت محدد تحصل فيه هذه البركة أم أنه كل من نوى بوجوده؟ هو على كل إن السحور كلما تأخر أفضل، كلما تأخر أفضل. لكن بعض الناس طبعا قد يصعب عليه التأخير لاعتبارات عمل لغيرها. لكن إذا خلاص مثلا دخل ما بعد منتصف الليل أو دخل في الثلث الأخير من الليل وقام وأراد أن يتسحر وقصد السحور، إن شاء الله له هذا الأمر. لكن التأخير أفضل، التأخير أفضل بالنسبة للسحور، كما أن التعجيل أفضل بالنسبة للإفطار. جميل. نعم. دعنا يا شيخنا نغير الموضوع إلى ما يحصل من بعض المفطرات مثل المداعبة بين الأزواج أو ما يحصل من ملابسات وقبلات وهم صائمون. هل لا حرج في هذا أم أنها تدخل من باب سد ذرائع عند تركها؟ نعم. أول طبعا نحن ذكرنا بأن الإنسان عليه أن يحرص على الابتعاد عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع. صحيح. وهذه القضايا الله سبحانه وتعالى بعد أن حددها قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولما يقول لك لا تقربوها معناها تعمل حائط بينك وبين الأصل كذا، إنه الإنسان لا يتورط، لأن إذا اقترب منها قد يقع فيها. صحيح. فلما يقول لك ربنا لا تقترب منها معناها اترك مسافة من هذه القضايا. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا القدوة والأسوة، أنه مثلا عن نسائه أنه كان يقبل في رمضان. نساؤه يقولون أنه كان يقبل في رمضان.
وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، أملككم لإربه. فمثلا من كان يثق في نفسه ويأمن عليها بأنه والله إذا قبل لا يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فلا حرج، ولكن من خاف على نفسه، وربما هذا الأمر يتفاوت ما بين الشيخ والشاب، والشاب نفسه أيضا الناس الشباب نفسهم يتفاوتون، منهم من يملك نفسه ومنهم من لا يملك نفسه، فكل إنسان على كل خبير بنفسه وبصير بها. فمن عرف في نفسه الضعف ومن عرف في نفسه عدم التوقف فهذا الابتعاد هو الأفضل في حقه. لكن إن وقع منه التقبيل ولم يستمر في الموضوع فبطبيعة الحال ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل به الصوم. لكن يأتي مسألة أخرى، شخص داعب وأنزل، حصل منه الاستمناء، يعني حصل نزول المني، هنا بطبيعة الحال يبطل صومه وعليه القضاء. ولكن هل يلحق بمن جامع أم لا يلحق بالجماع؟ الصحيح أنه لا يلحق بالجماع، يعني هذا النوع لا يلحق بالجماع، كما هي حالة أيضا يعني من يقع والعياذ بالله في عملية الاستمناء في نهار رمضان، ما يعرف بالعادة السرية مثلا، يبطل صومه، ولكن أيضا لا يلحق بإيه؟ لا يلحق بمن عليه كفارة الجماع. كفارة الجماع يلزم منها المجامعة سواء أنزل أو لم ينزل، رجل جامع زوجته حتى لو لم ينزل عليه الكفارة. نعم، فهذه تقريبا أيضا من باشر زوجته أو قبل زوجته ولم يجامعها وأنزل فهذا أيضا عليه القضاء ويأثم على كل عن فعله ذلك. جميل، أحسن الله عليك. سؤال لشيخنا السائل الأخ علي موسى يقول: هل تجب زكاة المال على المديون؟ ويقول: هل سيارتي الشخصية عليها زكاة؟ على كل موضوع الديون فيه تفصيل طويل يعني، وهو مثلا أنت عندك مال، وهي الآن التجار معظمهم ما شاء الله عندهم مال ومديونين، ما في تاجر ما مديون يعني، فعنده شبكة ديون وعنده أموال شغالة يعني. فالأموال التي تعمل إذا كانت بالغ النصاب ومر عليها الحول عليها الزكاة، حتى لو هو في جانب آخر عليه إيه؟ عليه ديون، قد يكون عليه ديون في اتجاه ولكن عنده ما شاء الله شركات شغالة وأموال موجودة، فهذا لا يتهرب من الزكاة نتيجة أنه له عليه ديون. الديون اللي فعلا يكون معها لا زكاة هو الدين الذي يدخل في صلب المال، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدفع أصلا، يعني لا يستطيع أن يدفع زكاة ما إذا سحب منها ديونه، إذا أعطى من الديون يبقى بعد ذلك لا شيء، هنا ممكن نقول ما عليه تقريبا زكاة. إيش السؤال الثاني؟ هو وسيارته الشخصية. لا أيوه، الأشياء ذات الاستخدام الشخصي، مثلا بيت أنت ساكن فيها، سيارتك التي تركبها، هذه كلها ما عليها زكاة. ما يدخل في الزكاة من القضايا المعدة للتجارة. عندك مثلا سيارات معدة للتجارة، زي ويكون الناس مثلا عنده مجموعة سيارات معدة عنده أراضي معدة للتجارة، فهذه تدخل في موضوع التجارة. لكن الأشياء الخاصة، سيارة خاصة، بيت خاص، هذا لا يدخل في موضوع الزكاة. أحسن الله عليك شيخنا. سؤال أيضا عن طريق الواتس من الأخ عبد الله يقول: هل متابعتي بالمصحف لشخص يقرأ جزء من القرآن تحسب لي قراءة أم لا؟ هل متابعته يعني هو يستمع فقط؟ جميل. على كل سواء تلوت بنفسك أو استمعت وأنت قاصد لمتابعة القرآن الكريم فإن شاء الله لك الأجر. لك الأجر، يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ونحن الآن في القيام مثلا نستمع، كلنا يستمع والإمام يقرأ. وموسى عليه السلام وهارون، موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فالله عز وجل قال له: قد أجيبت دعوتكما. فعلى كل هذا إن شاء الله يدخل ما دام أنه يستمع إلى شخص يقرأ له القرآن، وخصوصا إذا كان أمي ما يعرف يقرأ فهذا حقه الاستماع. وجميل حقيقة هنا نلاحظ مثلا إخواننا الأتراك، لأن الذين لا يقرؤون كثر، لا يجدون العربية كثر، فتجد ما شاء الله صلاة الفجر يتمون يوميا يقرؤون جزءا والناس يستمعون. وهذا بلا شك إن شاء الله إذا كملوا القرآن يكون عليه قد ختم ختمة كاملة، فله إن شاء الله الأجر في ذلك، وفضل الله واسع. ختم يعني المقصود به هنا ختمة الاستماع وختمة القراءة، ولا
يعني الأجر هل يعني مشترك بينهما أم؟ لا لا، هو ذاك له أجر القراءة وأجر إن شاء الله أجره أكثر، لكن هذا خلاص كمل القرآن سماعا فله ختمة. ولا ختمة؟ له ختمة إن شاء الله، ما دام أنه ما عنده القدرة إلا أن يستمع. نعم. وهذا على كل من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، إنه الإنسان يؤجر بالسماع. وأحيانا أنت تكون في سيارتك مثلا وفاتح عبد الباسط ولا فاتح الحصري ونهارك كله جاري وما شاء الله، تجد الشخص يكمل القرآن الكريم بهذه الصورة، يكمله مرة ومرتين وثلاث، وهذه كلها إن شاء الله تحسب له بإذن الله سبحانه وتعالى. تحسب له نعم. وإن لم يتمتم بشفتيه يا شيخ؟ لا لا، هو يستمع وحاضر القلب، هذا كما يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه وسماعه. نعم. ما دام هو يتابع القرآن قصدا ويفتحه ويتابع، هذا من فضل الله عز وجل على الناس. نعم. فتحسب له. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ماذا عودة على المداعبة بين الأزواج، ماذا إذا كان المرء على جنابة في ليلة وقد أتى زوجته وأدركه الوقت قبل أن يغتسل، هل هنالك من حرج أن يبدأ صيامه وهو على جنابة، أم يجب عليه أن يغتسل قبل دخوله في صيامه؟ نعم. لا، هو ما في ربط بين الجنابة وبين الصيام. يعني يمكن للإنسان أن يصبح جنبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح جنبا وهو صائم. أهم شيء الإمساك قبل إيه؟ قبل طلوع الفجر، يكون هو ممسك عن الصيام عن المفطرات قبل طلوع، لكن يمكن أن يغتسل بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن يباشر إلى طلوع الفجر. لاحظت؟ فإذا واصل الشخص مع زوجته إلى طلوع الفجر حتما سيغتسل ماذا؟ بعد الفجر. صحيح. فلا يمكن أن نكلفه ما لا يطيق في نفس اللحظة. فهذا الشخص الذي أباح الله سبحانه وتعالى له مجامعة زوجته إلى قول قبل دقيقتين من الآذان توقف، سيغتسل بعد ذلك ب20 دقيقة. لكن أهم شيء لا بد أن يتوقف قبل إيه؟ قبل طلوع الفجر، ثم يغتسل بعد ذلك. وهذا تحصل. وأيضا عندك من حصل له يعني احتلام مثلا بالليل ولم يستيقظ إلا مع الأذان، سيغتسل أيضا بعد الهنا. لكن كل ذلك مرتبط بأن يكون الإنسان بيت الصيام من الليل، أي أنه نوى الصيام قبل طلوع الفجر. وأيضا ندخل في ذلك من مارس العادة السرية أيضا يا شيخنا في ليله، هل يدخل؟ طيب نفسه هي كلها على كلها حالتها واحدة، وقضية إثمه هذه شيء آخر. لكن من حيث الحكم هو هكذا. نعم. من حيث الحكم هو نعم. نفسه. أحسن الله عليك شيخنا. طيب شيخنا، هناك سؤال، هل الدعوة المرتبطة بالإفطار للصائم دعوة لا ترد، دعوة عند فطره، عفوا دعوة عند فطره، نعم. هل هي نفسها الدعوة التي تكون مستجابة للصائم طيلة فترة صيامه، أم أن هذا الوقت تحديدا هو المختص بالإجابة بالدعاء؟ الحديث طبعا هنا حدد للصائم، يعني خلينا نقول نحن الصائم بشكل عام كلما دعا فالله سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة يعني. لكن لما يأتي الشارع ليقول لك والله هنالك مظان للدعوة، الإنسان حتى يحثه الشارع على الحرص في هذه الأوقات، أي كأنما يقول لك والله القبول أوسع ودائرة الاستجابة أوسع، فأنت تحرص عليه. لكن يوم الله سبحانه وتعالى تدعوه ليل نهار، ليس بينك وبينه حجاب، تدعوه في الصباح، تدعوه في المساء، تدعوه لحظة الإفطار، تدعوه قبل، هذه مفتوحة. لكن حدد كأنما هذه عبارة عن سبحان الله هدية من الله سبحانه وتعالى عند الفطر. وعند الفطر تحتمل أمرين: إما عند الفطر يوميا، كل يوم عند فطرك عندك فرصة لدعوة مستجابة، أو المقصود منها عندما تخرج من كل رمضان فتفطر في اللحظة هذه كأنما يوم العيد أو ليلة 30 وأنت خلاص يعني صرت مفطرا لليوم يعلن شوال. أيضا هذه اللحظة فيها يحتملها النص، فإما أنه الفطر المراد منه إكمال رمضان أو كل يوم، وفضل الله واسع، على الإنسان أن يحرص عليها كل يوم ويحرص عليها كذلك عند إكماله لشهر رمضان. جميل، أحسن الله عليك شيخنا. أيضا هناك سؤال في صلاة التراويح، في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. نجد بعض الناس يعني يرتاح
يعني مثلا إذا كانت صلاة التراويح 11 تسليمة أو 10 تسليمات، تجد مثلا بين تسليمة أخرى يرتاح مثلا تسليمة واحدة يعني لا يكمل مع الإمام. هل يدخل في الحديث كونه جلس من بداية الصلاة حتى نهاية الصلاة ولكنه أخذ فترة راحة بين هذه التسليمات؟ هو على كل الحديث يشمل من حرص على أن يواصل مع إمامه حتى ينصرف، سواء صلى 11 صلى 20، المهم هو متابع لهذا الإمام حتى ينصرف. لكن هذا الذي يجلس والله لا أعلم فيه إيش مصيره يعني. هذا الذي يفرط مثلا في أنه مثلا لا يواصل مع الإمام، بطبيعة الحال لن يكون حاله كمن واصل مع الإمام حتى ينصرف، ولكن إن شاء الله أيضا لا يعدم خير، لا يعدم خير. هم القوم لا يشقى بهم إن شاء الله جليسهم بإذن الله عز وجل. نعم. طيب شيخنا، هناك أيضا بعض الناس من يقضي طول يعني فترة صيامه في النوم، حتى وإن يعني قام وأدى الواجبات التي عليه من صلاة. ما الحكم في هذا؟ هل هذا شيء من الأسباب التي تجرح صيام المرء؟ نعم. هو للأسف يعني طبعا بعض الناس يظن بأنه رمضان نهاره يكون صائم ونائم وليله يكون ينطلق في الأكل والشرب والملهيات الأخرى للأسف الشديد يعني. وهذا طبعا في أقل ما يمكن أن نقول بأن هذا مناقض لمقصود الشارع من فرض الصيام. يعني الله سبحانه وتعالى عندما شرع الصيام قال لعلكم تتقون. صحيح النائم يكون اتقى، كفى الناس شره بطبيعة الحال، كفى الناس شره، لكن كم ضاعت عليه من حسنات، كم ضاعت عليه من أوقات يمكن أن يغتنمها في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته وفي التدبر وفي العمل والإنجاز الذي يمكن أن يكون، حتى لو عمل في تجارته فإنه إن شاء الله يكون مأجورا في ذلك، لو قام بزيارة المرضى وقام بزيارة الفقراء المساكين على كل. فكرة أن رمضان يتحول إلى حالة من الكسل الجماعي وحالة من النوم الجماعي وحالة من تعطيل الأعمال، هذه الصورة للأسف الشديد صورة سيئة جدا. يعني أنت شوف المفارقة، كلنا الآن نقول والله رمضان شهر الجهاد، بمعنى الصحابة رضوان الله عليهم كان الجهاد لا يتوقف في رمضان، وكثير من أعمالهم يقصدون أن رمضان هذا فيه من البركات، وخصوصا من غزوة بدر. من غزوة بدر تقريبا الناس مستمرة وإلى فتح صلاح الدين الأيوبي، كل ذلك كان في رمضان، يعني فتح بيت المقدس. انظر كيف كان السلف رضوان الله عليهم فيما يتعلق بفهمهم لطبيعة الصوم، وإنه هو ليس ساحة بتاعت كسل ونوم وتعطل أعمال، بقدر ما هو إنجاز وعمل وتضحية وكذا. هذا الفهم للأسف الشديد هو اللي نحن فقدناه في واقعنا المعاصر، فصارت مساجدنا ما شاء الله تجدها تكتظ بالنائمين، خاصة بعض البلدان يعني، لأنه تكون في سخانة وحرارة، والمكيف الوحيد الموجود يكون هو في المسجد، فالناس كلها تأتي إلى المسجد، واللي دار يقرأ ما يلقى طريقة يقرأ، اللي دار يصلي ما يلقى طريقة يصلي، لأن الناس ما شاء الله ملأت المسجد نوما. هذه على كل عادات سيئة. نحن ما نقول يبطل صيامه أو كذا، لكن يفوت على مثل هؤلاء خير كثير وعظيم وأجر كبير جدا بأنهم ضيعوا يومهم فيما لا ينفع. أحسن الله عليك شيخنا وبارك الله فيك. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على حسن الإجابة وحسن الإفتاء. بارك الله فيك شيخ. حياكم الله، جزاكم الله خير وبارك فيكم. اللهم والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم وإنصاتكم، وما زلنا مستمرين معكم في هذا البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك كل يوم أربعاء في الساعة 4 تماما بتوقيت أسمرة. شاكرين لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.